لو عندك سكر خلي بالك من الكلمتين دول في الأيام اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين، العيد جاي. خلينا نتفق على حاجة مهمة: مريض السكر مش ممنوع من الكحك ومش ممنوع من البسكوت في العيد، لكن المشكلة في الأكل نفسه، المشكلة في كمية وطريقة الأكل. تمام. أول نصيحة مهمة: ما تاكلش الحلويات على معدة فاضية. لما تاكل كحك أو بسكوت أول حاجة الصبح السكر ممكن يعلى بسرعة كبيرة، فالأفضل إنك تاكل أول حاجة فيها بروتين، وبعدها لو حبيت تاكل قطعة صغيرة من الكحك مفيش مشكلة. تاني نصيحة معانا: خلي الكمية محدودة. ناس كتيرة بتقعد في الزيارات طبعا طول اليوم تفضل تاكل كحك العيد وبسكوت من غير ما تحس، فالأفضل إنك تكتفي بكمية صغيرة، قطعة أو اتنين في خلال اليوم كله. تمام. النصيحة التالتة إن الحركة بعد الأكل مهمة أوي. اتمشى حتى لو ربع ساعة، 20 دقيقة، ده بيساعد الجسم يستهلك السكر ويقلل ارتفاعه في الدم. النصيحة الرابعة: قيس السكر على مدار اليوم أكتر من مرة، لأن تغيير نظام الأكل بعد الصيام الطويل ده والحلويات الكتيرة اللي بناكلها تعمل ارتفاع مفاجئ في السكر. فالعيد مش معناه إن مريض السكر يحرم نفسه، لكن المهم إننا ناكل باعتدال ونحافظ على السكر بتاعنا في الحدود الآمنة والمسموح بيها.